قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد، ولو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من المسلسل ده يا ريت تروح تتفرج عليه في القناة، ولينك الجزء اللي فات هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. صلي على النبي ويلا نكمل الأنمي. تاني يوم كلاين راح الشغل في الكنيسة، ووقتها كان في احتفال بصديقهم كينلي لأنه خطب، فكان في احتفال لطيف كده والكل فرحان لحد ما دان وصل ولغى الاحتفال نهائي وسلم لكل واحد فيهم مهمة يعملها. العبرة إنه سلم الكل مهمة ونسي كلاين خالص، فكلاين سأله يعمل إيه؟ فطلب منه ينزل تحت خالص عند بوابة شانيس علشان يحرس البوابة لأن فيها أدوات ملعونة وغيره. فكلاين وافق عادي ونزل تحت عند البوابة، وساعتها كل حاجة كانت تمام التمام. اللي مش تمام بقى إن فجأة إحدى بوابات شانيس فتحت فجأة لوحدها، فكلاين اترعب ومسك مسدسه وقرب من البوابة واحدة واحدة وهو هيموت من الرعب، وفضل يقرب لحد ما في دمية مرعبة مدت ايدها من البوابة وبصت له بصة مرعبة. العبرة ان لما ده حصل ليه يحسب كده ونزل جري لتحت علشان يشوف فيه ايه. فلما نزل ملقيش حاجة ولقي البوابة مقفولة، فسأل كلاين في ايه؟ فكلاين عرفه ان البوابة اتفتحت لوحدها وفي دمية حاولت تسلمه ورقة بس معرفتش لان البوابة اتقفلت. فليو خاف من كلامه ده وبعد بعيد عنه لان الدمية دي بتسبب الحظ التعيس وممكن تكون لعنته. وقال لكلاين إن اللي خلى الدمية دي تتحرك هي إنها اتأثرت بحاجة تانية، والحاجة التانية دي هي مذكرة عائلة أنتيغونوس. فالكلام ده صدم كلاين جدا وفضل ساكت. بعد كده خلص شغل وراح نادي العرافين، وأول لما وصل لقي بنت بتسأل عن مكان شخص اسمه لافينوس، ولافينوس ده سرق كل فلوسها هي وبنت أخوها بعد ما اتجوز بنت أخوها وخلاها تبقى حامل منه. هرب وأخد كل الفلوس، لكن المشكلة هنا إن مفيش معاها أي حاجة من ريحة لافينوس. فكلاين قال لهم إنه مش هيقدر يحدد مكانه بالطريقة دي. فالست اتجننت وأخدت بنت أخوها ومشوا من النادي. بعد كده كلاين خرج صورة من جيبه وخلى موظفة الاستقبال بتاعة النادي تشوفها، وقال لها إنه حلم إن الشخص اللي في الصورة ده كان واقف مع فينست قبل ما يموت. فالموظفة عرفته إنها شافت الشخص ده من كذا شهر وشافته بيتخانق مع فينست وكانوا بيتكلموا عن حاجة اسمها الإطلال. فكلاين فكر في انهم كانوا بيتكلموا عن الاطلال اللي في قمة جبال هورانسز، فساب البنت ومشي وراح المكتبة. واول ما وصل جمع كل الكتب اللي بتتكلم على الاطلال واثار جبال هورانسز، وليه مكتوب في احدى الكتب اسم شخص اسمه سيريوس. فبدأ يشك في سيريوس ده لكنه ما كانش يعرف شكله او اي حاجة عنه، فراح يدور على كتاب تاني. وبالصدفة وهو بيختار كتاب لقي الشخص اللي سأل موظفة الاستقبال عنه واقف ورا الكتب. فكلاين اتصدم من الصدفة المريبة دي. العبرة إن الشخص ده لما شاف كلاين أخد ديله في أسنانه وطلع يهرب من المكتبة. فكلاين طلب من الموظفة تبلغ الشرطة وطلع يجري ورا الشخص ده، وفضل يمشي ورا أثر الدم اللي كان بيقع من الشخص ده لأنه اتعور وهو بيهرب. فكلاين فضل ماشي ورا أثر الدم لحد ما دخل في شارع مسدود، وفجأة وبدون أي مقدمات الشخص ده ظهر من العدم في هيئة وحش وانقض على كلاين، لكن لسبب ما معرفش يلمس كلاين ووقع قدامه. فكلاين استغل الفرصة وضربه رصاصة وخلص عليه. بعد كده حاول يتواصل مع جثته علشان يعرف تركيب جرعة المهرج، لأن جرعة المهرج هي التانية في مسار العراف، فلو كلاين عايز يترقى لازم ياخد جرعة المهرج. وبالفعل كلاين نجح في التواصل، وأول حاجة عرفها إن الشخص ده هو سيريوس اللي اسمه ظهر في الكتب، وكمان شافه وهو بيكتب وصفة جرعة المهرج. لكنه فجأة قوة رهيبة أثرت عليه وخلته يشوف الكيان الغريب اللي دان شافه قبل كده لو تفتكر، وطردته بره ذكريات سيريوس. فلما كلاين خرج بره الذكريات لقي دان وليو وصلوا هما التانيين وبدأوا تحقيق، وليو قدر يلاقي مع سيريوس رسالة، والرسالة دي المفروض انها كانت توصل لمسؤول النظام السري زي زيدا اللي هو ظهر وقتل فينست لو تفتكر يا صديقي. المهم ان كان مكتوب في الرسالة ان هو وفينست ما لقيوش اي حاجة مفيدة في مذكرات عائلة انتيجونوس باستثناء وصفات جرعات العراف والمتدرب والمهرج، وإن في كنز مدفون في إطلال جبال هورانسز فيه كل أسرار النهضة والقوة. فكلاين حفظ الكلام ده في دماغه، ولما كل حاجة خلصت دخل المجال بتاعه وبدأ بقى يربط كل حاجة ببعض. عرف إن مسار عائلة أنتيجونوس هو مسار العراف، علشان كده دايما كان بيسمع كلمة هورانسز وكان بيسمع كلمة تانية ألا وهي فيليجريا، لكنه مش عارف معناها لحد دلوقتي. عامة كلاين بيكمل فهم لكل حاجة، وربط ان مذكرات عائلة انتيجونوس اللي النظام السري خسرها اتسببت في انتحار كلاين صاحب الجسم الاصلي. بعدها هو انتقل للجسم ده وبقى عراف بسبب مذكرات الامبراطور روزل اللي شافها مع نيل، فاكيد في سبب لكل اللي بيحصل ده.
وكلاين فهم إنه مش هيقدر يعتمد على قدرة العراف علشان يلاقي الحقيقة، ومسافة ما فهم الكلام ده جرعة العراف اللي في جسمه اتهضمت بالكامل. ومن هنا بطلنا كلاين بيعرف محترف، وفتح كل قدرات الجرعة بعد ما هضمها بشكل كامل، وبقى دلوقتي يقدر يسبح ويطير في الهواء. وأثناء ما هو طاير شاف مبنى كده مداخنه لونها أحمر، ولاحظ إن المبنى ده فيه قوة مشؤومة خارجة منه، لدرجة إن القوة دي طردته خالص ورجعته لمجال الضباب الرمادي من تاني. وبتعدي أيام على الكلام ده، ولحد دلوقتي كلاين مش عارف يوصل للمبنى ده، ولا عارف يعرف إيه اللي جوه المبنى بسبب القوة المشؤومة اللي فيه. وفي يوم وكلاين واقف بيغسل سنانه، سمع الطفل اللي بيبيع الجرايد بيقولوا بينادي إن في حادثة خارقة للطبيعة حصلت عند الرصيف. فكلاين خرج للطفل من الشباك وطلب منه يستنى علشان يشتري منه جريدة. وبالفعل الطفل وقف، وكلاين لبس هدومه وخرج له واخد منه الجريدة وبدأ يقرأ المكتوب، وليه إن مكتوب إن في حد استهدف أتباع حاكمة الليل الأبدي. فكلاين مهتمش قوي بالكلام ده الصراحة، وكمل ودخل كازينو كده. وهناك قابل العجوز نيل قاعد مع صاحب عمره هافر، وهافر يبقى بايوندرز مسار بحار مستوى 8، وهو يبقى قائد زيه زي دان بالظبط، لكنه دايما مسافر. بس رجع النهارده علشان عنده مهمة معينة في المدينة. وكلم نيل وجم الكازينو يقعدوا قعدة صحاب مع بعض، وكلاين جه وقعد معاهم هو التاني واتعرف على هافر، وكانت قعدة لطيفة الصراحة، والأجواء آخر انبساط. وعاوزك تركز كده على الإزازة اللي استغفر الله العظيم مع هافر، خليك فاكرها علشان مهمة. في المجمل القعدة بتخلص وهافر بيقوم يمشي. بعد كده ليو جه وطلب من نيل ينزل تحت علشان دان عاوزه في مهمة. فنيل وكلاين نزلوا تحت وراحوا المكتب عند دان. فدان كلمهم على الحادثة اللي حصلت عند الرصيف، وطلب من نيل يروح الرصيف عند المينا ويشوف ايه اللي بيحصل هناك. فكلاين حاول يستغل الفرصة ويشارك، لأنه عاوز يقوي نفسه علشان يقدر يوصل لمبنى أبو مداخن حمراء. فدان وافق وطلب من نيل ياخده معاه، ونيل ما اعترضش ووافق فورا. فكلاين طلب من دان يسمح له ياخد معاه الأداة الملعونة بتاعة رمز الشمس، بحجة إنها تسهل عملية طرد الأشباح في حالة لو كان في أشباح. بس دان كان متردد لأنه خايف لحسن الناس تتأذى، لكن كلاين أقنعه بطريقة ما. وبالفعل كلاين وليو ونيل بيتحركوا هما التلاتة، وبعد مدة بيوصلوا لكل المينا، وهناك في ضابط بيستقبلهم وبياخدهم وبيوصلهم للمكان اللي حصلت فيه الحادثة. ومش محتاج أقولك إن المكان كان زحمة جدا، لأن كل الناس متجمعين عاوزين يشوفوا إيه الظواهر الغير طبيعية دي، وإزاي كلاين واللي معاه هيطردوا الأشباح. والناس من شدة الحماس اللي عندهم وقفوا يتفرجوا. فليو بدأ يمثل واستخدم قوته وعمل أشباح ب4 جنيه وخوف بيهم الناس علشان يمشوا من هنا. وكلاين هو ونيل فضلوا يمثلوا ويعملوا حركات عبيطة على أساس إن هما بيطردوا الأشباح دي، والناس كانوا واقفين مبهورين من اللي بيشوفوه وبيضحك عليهم بكل شياكة. والناس كلها بتطمن وبيمشوا من المكان، والمهمة بتنجح والهدف الأساسي منها اتحقق وكل الناس اطمنوا. فبس بعد كده كلاين ونيل بيخرجوا وبيقابلوا بالصدفة هافر، وهافر بيقف يتكلم مع نيل وبيضحك معاه وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. بعد كده كلاين جه وسأل نيل لو إنه يعرف هافر من زمان، فنيل عرفه إنه يعرف هافر من زمان قوي، وكانوا صحاب وعندهم شلة كبيرة، وكانوا دايما بيجوا يسهروا عنده في البيت. ومرات نيل سيليست كانت بتعزف لهم على البيانو دايما، وللأسف مراته دي ماتت من زمان ومبقاش في أي حد من الشلة غير هافر ونيل. فكلاين زعل لما عرف الكلام ده وحاول يواسي نيل، فنيل ضحك وطلب منه يروح يكمل مهمته. فكلاين مشي وركب مركبة كده مع ليو وبدأ يستخدم قوته علشان يعرف سبب الحوادث الغريبة اللي بتحصل هنا، لكنه ملقاش أي حاجة حرفيا. فليو اتضايق وقال له هنقعد هنا فترة، وسابه يراقب الأداة الملعونة رمز الشمس وخرج. وأول لما خرج كلاين قرر يستمد جزء من قوة الأداة دي لقوته، وبيبدأ يعمل شوية طقوس كده وبيحاول يخرج قوة الشمس من الأداة. بالتزامن مع اللي كلاين كان بيعمله، البحر هاج مرة واحدة وفي كائن غريب خرج من المية وبدأ يقتل في الناس. والكائن ده هجم على المركب اللي كلاين فيها ودخل لكلاين المركب وبدأ يهجم عليه، لكن كلاين جري بسرعة وليو جه وهجم على الوحش ده وحصلت بينهم معركة. وكلاين أخد الأداة وسلمها للشرطي علشان يهرب بيها من هنا، ونيل برضه كان بيساعد الناس في الهروب من المكان. في نفس اللحظة دي معركة طاحنة كانت شغالة بين ليو وبين الوحش، وضربة من هنا على ضربة من هناك. وكلاين على فكرة شارك في المعركة وربط الوحش بسلسلة، بس الوحش فك نفسه وقطع السلسلة. والمضحك إن بسبب كده كلاين اتعلق بحبل في شراع السفينة،
وفضل يتمرجح زي العبيط في الهوا، وساب المعركة شغالة بين ليو والوحش. وفضلت المعركة شغالة لحد ما كلاين وهو بيتمرجح خبط الوحش برجله من غير ما يقصد خالص، ومن قوة الخبطة الوحش طار ووقع في الأرض عند نيل. فنيل حدف عليه كارتين تاروت ودخله في سبات عميق. والشيء الصادم إن بعد ما عمل كده الوحش ده وقعت منه الإزازة اللي قلتلك تاخد بالك منها، الإزازة بتاعت هافر. فنيل مسك الإزازة وهو مصدوم، وعرف إن الوحش ده هو صديق عمره هافر. وهافر فقد السيطرة على قوته وتحول لوحش، لأن في حاجة أثرت عليه، وللأسف بقى مستحيل يرجع لطبيعته تاني. ونيل بكل حزن قرر ينهي معاناة صديقه الوحيد وقتله بالمسدس، وانهار بعدها من العياط عليه. وفي نفس اليوم نيل رجع بيته هو وكلاين، ونيل فضل يعزف بكل حزن على البيانو كنوع من أنواع حزنه على هافر. في الأثناء دي كلاين كان قاعد حزين هو كمان، وبيحاول يشوف ليه هافر فقد السيطرة وتحول. ركز يا صديقي وخليك فاكر إن أي بايوندرز معرض إنه يفقد السيطرة، يعني عادي جدا إن كلاين يفقد السيطرة. وكلاين كان عارف كده كويس، علشان كده كان قاعد هيموت من الحزن، وقرر إنه علشان يحمي نفسه لازم يبقى أقوى من كده بكتير، ويصنع جرعة المهرج وياخدها علشان يترقى المهرج. بعد كده كلاين رجع بيته وبدأ يكتب ورقة كده فيها كل التفاصيل وإزاي هيعمل جرعة المهرج علشان يبعت الورقة دي لدان. بس فجأة وهو قاعد دالي بعتت له نسخة شبحية منها، وقالت له إن دان عارف إنه عايز يترقى، لكنه خايف شوية لأن كلاين هضم الجرعة بتاعت العراف بسرعة رهيبة، وده خلاه يشك في إنه استعان بطوائف شيطانية علشان يقدر يترقى. فكلاين لما سمع الكلام ده من دالي عرفها إنه عرف معنى العراف بس، علشان كده قدر يهضم الجرعة بكل سهولة. فدالي انبهرت بيه لأنها علشان تترقى قعدت سنتين كاملين، على عكس هو يا دوبك ما كملش شهرين بس. ونصحته يروح دلوقتي حالا لدان ويشرح له هو ازاي فهم جرعة العراف وخلاها تتهضم بالسرعة دي، لأن حاليا في متخصص من فرسان الهيكل في طريقه علشان يحقق معاه علشان يتأكد إذا كان كلاين استعان بطائفة شيطانية ولا لأ. فكلاين طمنها وعرفها إنه هيروح الصبح بدري المكتب وهيجمع الكل ويقول لهم هو ازاي هضم الجرعة. وتاني يوم من النجمة كلاين راح المكتب وجمع دان ونيل والباقي، وبدأ يشرح لهم إن مفتاح هضم الجرعة بيعتمد على اسمها ومدى تمثيلها ودور اللي بيقدمه. وبعد لما خلص شرحه وفهم الكل المبدأ بتاع الهضم، المتخصص بتاع فرسان الهيكل وصل، المتخصص كريستت صاحب مسار الأرق المستوى الخامس. وحرفيا كريستت قوي جدا يا صديقي، وحاليا مسك كلاين وقعده على الكرسي وبدأ يختبره بقى علشان يشوف استعان بطائفة شيطان ولا لأ. وأول حاجة عملها دخل كلاين في حصار أحلام وبدأ يسأله شوية أسئلة زي فهم الهضم إزاي وليه كشف السر لدان والباقي. فكلاين جاوب وقال له إنه كشف السر علشان دول صحابه وهو عايزهم يتطوروا زيه بالظبط. فكريستت فضل يضغط عليه أكتر وأكتر، فكلاين فضل يصرخ، وبعد الصرخة دي كريستت اتأكد إن كلاين براءة وما استعنش بأي حاجة، علشان كده فرح ونهى الاختبار. وقال لدان والباقي إن كلاين عبقري وإنه بيحبهم جدا علشان قال لهم على سر الهضم، وخلاص اداهم الإذن بترقية كلاين. بعد كده كلاين قعد وبدأ يصنع جرعة المهرج، وبعد ما خلصها شربها على طول. ورسميا كلاين بقى مسار مهرج مستوى 8 وقوته زادت جدا. بعدها كريستت قال له خد بالك لأنك ممكن تسمع أصوات بايوندرز أقوى منك في نفس مسارك الجديد، فركز قوي علشان ما تتأثرش وتفقد السيطرة. فكلاين طمنه وشكره وخرج يجرب قوته وسرعته الجديدة، وكان فرحان جدا بسرعته الرهيبة. وفي وسط فرحته دي نيل ودان جم وقفوا معاه وكانوا فرحانين بيه. بس ساعتها كلاين لاحظ ان نيل تعبان جدا وفي ظل غريب بيظهر وبيختفي جنبه، فكلاين كان مرعوب من كده. لكن نيل رجع لطبيعته وقال لهم لازم نحتفل كلنا النهارده، وعزمهم كلهم على العشاء النهارده، وسابهم وراح يحجز مكان في مطعم لحد ما يخلصوا شغلهم. في العموم بعد مدة الكل خلصوا شغلهم واخدوا بعضهم ومشي الكل بحيث يجهزوا نفسهم للعشاء. فهم ماشيين في السكة وقفوا قدام بيت نيل علشان ياخدوه معاهم في سكتهم. فكلاين نزل من العربية وراح خبط على البيت، فنيل بصله من الشباك وكان واضح جدا انه حزين، وقال لكلاين انه مش هيقدر يروح معاهم العشاء النهارده. في اللحظة دي دان حس بهالة غريبة خارجة من عند نيل، فطلب من ليو يرجع بسرعة للكنيسة ويجيب أداة من هناك. وبالفعل ليو رجع للكنيسة، أما دان فراح عند نيل وطلب منه يفتح الباب وقال له افتح عاوز اطمن عليك.
فنيل قال له أنا كويس وطلب منه يمشي، بس دان مصمم إنه لازم يفتح الباب علشان يطمن بنفسه. فنيل فتح الباب، وحرفيا أول ما الباب اتفتح في طاقة مشؤومة خرجت من البيت. فكلاين ودان دخلوا البيت، ووقتها اتصدموا من الدم اللي موجود في كل حتة، ونيل اختفى من قدامهم وطلب منهم يمشوا دلوقتي. لكن دان قال له مش همشي غير لما اشوفك بنفسي. وكلاين طلع على السلم بالراحة وشاف منظر صادم، شاف نيل متحول لوحش. فكلاين زعل جدا جدا عليه. اما دان فقرب من الوحش ده وطمن نيل وقال له ما تخافش، انا جاي اطمن عليك بس. فنيل اطمن وقال لهم انه بيحاول يستدعي روح مراته اللي ماتت، وبقى له فترة بيعمل الطقوس دي وبيديها الدم بتاعه لانه حاسس بالذنب لانه معرفش ينقذها زمان. ودان لما سمع الكلام ده اتأكد ان خلاص نيل فقد السيطرة هو التاني، زيه زي هافر صاحبه، ومسألة وقت ويفقد إنسانيته ويتحول لوحش بشكل كامل. فدان حاول يوقعه في كابوس بس فشل فيه، وده لأن نيل قوي وبدأ يتحول وفي عيون بدأت تظهر في وشه. وفي اللحظة دي ليو كان راجع من الكنيسة وجاب الأداة معاه، وفتح شنطة الأداة دي وخرج منها خيوط سحرية. ودان مسك الخيوط دي وشحنها بسحره وهاجم بيها نيل. فالخيوط دي أول ما لمست نيل، نيل فقد قوته وبقى ضعيف وفضل يتذلل، وطلب منهم يسيبوه في حاله وهو مش هيأذي أي حد، هو بس هيحاول يعمل الطقوس ويرجع مراته. الكلام بتاعه ده أثر جدا في كلاين اللي ما قدرش يمسك دموعه. حتى دان بقى بيترعش من الحزن. وفي النهاية وبكل حزن مسك المسدس وخلص على نيل في مشهد أحزن مما يكون. هو خلص عليه علشان ينهي معاناته يا صديقي. ودان بعد ما عمل كده انهار من الحزن هو التاني، وحرفيا كل اللي موجودين كانوا منهارين على نيل العجوز. وبعد الحزن ده عملوا له جنازة تليق بيه ودفنوه. وبعد فترة الحزن كان مالي الكنيسة، وكل الموجودين كانوا لسه مش قادرين يتخطوا موت نيل. وفي يوم وسط كل الحزن ده كلاين كان قاعد في المعمل، فدان جاله المعمل. فلما كلاين شافه سأله عن صورة الشخص اللي هو لقيها في وسط صفحات الكتاب. فدان قال له إن ده كان قائد هنا في الكنيسة واسمه إنس، وإنس ده فقد السيطرة على نفسه هو التاني وسرق أداة ملعونة من هنا وهرب بيها. والأداة اللي هو سرقها خطورتها من مستوى زيرو، وده أخطر مستوى لكل الأدوات الملعونة. والأداة دي شبه الريشة، ولو ركزت معايا يا صديقي هتلاحظ إن الريشة دي عادت قدامنا قبل كده أكتر من مرة، وأول مرة ظهرت فيها عند الخاطفين وخلتهم يندمجوا ويتحولوا. فكلاين كان مصدوم من المعلومات دي، فدان اداله ايس تي علشان يروق دماغه شوية. فكلاين أخده منه وشكره جدا. بعد كده دان أخده وراحوا هما الاتنين مستشفى الأمراض العقلية، ودخلوا للمريض هود. وهود كان بيندرز وفقد السيطرة، مسار الشاهد المستوى السابع. وبسبب جنانه ده دان ما كانش قادر يتلاعب بعقله، لأن تقريبا هو ما عندوش عقل لأنه مجنون. فعلشان كده جاب كلاين وطلب منه ينوم هود مغناطيسيا ويشوف ذكرياته ويعرف كل حاجة عنه. وطبعا كلاين وافق بدون تفكير ودخل لهود علشان يبدأ ينومه. لكن ساعتها هود بيتجنن وبيقوم هاجم عليه، فدان بيتدخل وبيكتف هود تماما. بعد كده كلاين بيبدأ وبيدخل ذكرياته وبيطير في بحر ذكريات هود، وبيفضل يدور على هود جوه ذكرياته لحد ما بيلاقيه. فبيتكلم معاه وبيسأله هو مين. فهود عرف بنفسه وقال كمان إنه من منظمة الخيميائيين. وقبل ما كلاين يسأله السؤال التاني هود اتجنن فجأة وقال اسمه لافينوس. ركز، ده اسم اللي سرق فلوس من الست اللي جات لكلاين النادي وكانت عاوزة تعرف مكانه. ولافينوس كان متفق مع هود على حاجة معينة، وقال له إن في قوة عظيمة بتدعمه وطلب منه يساعده، وهو هيديله جرعات وكمان مش هيخليه يفقد السيطرة. وبالفعل هود صدقه وساعده، وكمان شوية هنعرف ساعده في ايه، لأن حاليا هود اتجنن فجأة وبحر ذكرياته هاج لدرجة إنه بدأ يهجم على كلاين في قلب ذكرياته. فكلاين فضل يهرب منه لأنه لو اتمسك هيفضل محبوس هنا على طول. فبيفضل يهرب بأقصى سرعة وبيخرج قبل ما يتحبس بلحظات، وأول ما بيخرج بيلاقي هود جاي يهجم عليه. لكن دان اتدخل وضرب هود بالمسدس وخلص عليه وأنقذ كلاين. بعدها كلاين قال له على كل اللي هو عرفه، فدان خاف وأمر بفتح التحقيق في قضية اختفاء لافينوس من تاني. وبالفعل تاني يوم صوره بتملى كل مكان في المدينة، وكل الشرطة بيفضلوا يدوروا عليه في كل حتة وفي كل شبر في المدينة. بعد أيام بقى في قصر العمدة ماينارد بنشوف مراته بتضرب بنت اسمها شارون وبتقول عليها إنها قاتلة. طب وليه هي ضربتها وقالت كده؟ وده لأن جون ماينارد العمدة مات مقتول،
ومراته دي شك في شارون إن هي القاتلة، لكن مفيش أي دليل على كده. علشان كده شارون مشيت من القصر، وبعدها كلاين ودان جم القصر علشان يحققوا في موت جون. فوقتها كلاين كان شايف إن موته في حاجة غلط، لأنه وهو بيدعبس ورا لافينوس عرف إنه كان بيأجر مصنع في المنطقة الجنوبية، وفي إشاعة كانت بتقول إن جون كان هو صاحب المصنع ده. فأكيد هو اتقتل علشان محدش فينا يحقق معاه ويعرف مكان لافينوس. والكلام ده بيعجب دان وبيثق فيه جدا، وبيقرر إن هو يحقق ورا شارون، جايز توصلهم لأي حاجة، لأن هي المشتبه بيه في موت جون أصلا. في نفس اللحظة دي في بيت شارون بنشوفها معاها دمية فودو باسم ماري ماينارد، وده يبقى أخو جون ماينارد العمدة اللي مات، وشارون سيطرت عليه عن طريق الدمية دي. وبعدها راحت المؤتمر اللي هو عامله وهي مسيطرة عليه تماما، يعني أي كلام هيخرج منه هو في الأساس كلام شارون نفسها، وخلته يقول إنه هيعمل نظام جديد في المدينة يبعد الناس عن الفقر والجريمة والعنف. ومش كده وبس، شارون كانت مسيطرة على كل اللي في المؤتمر ده. وكلاين على فكرة كان في المؤتمر ده هو كمان، وكان مستغرب من اللي بيحصل ده، وكان متأكد إن شارون هي المتحكمة في الناس دي كلها. فأول لما خرجت وركبت العربية بتاعتها كلاين خرج وراها وقدر ياخد شعرة وقعت منها وهي بتركب العربية، وطبعا ركب العربية هو كمان وفضل يمشي وراها واستخدم الشعراية بتاعتها علشان يقدر يحدد مكانها بالعصاية. لكن شارون كانت عارفة إن كلاين ماشي وراها، فوقفت تقنية التتبع بتاعته وهربت من كلاين. العبرة إنها لما هربت دخلت برج الساعة اللي في المدينة، وراحت قابلت ست تانية اسمها القديسة، ودي تبقى القائدة بتاعت الطائفة الشيطانية اللي شارون فيها. وعلى فكرة دي نفس الطائفة اللي تريس فيها هو التاني. المهم إن شارون تبقى مسار ساحرات مستوى سادس، وحاليا بتوعد القديسة إن في خلال يومين بالكتير المدينة كلها هتكون تحت سيطرتها. لكن القديسة ضربتها بالرجل في وشها لأنها ما قدرتش تسيطر على رغبتها وقتلت جون، وبدأت تلفت أنظار الشرطة ناحيتها وهددتها بإنها لو عملت كده تاني هتخلص عليها، واختفت بعدها من سكات. في نفس اللحظة دي كلاين كان لسه واصل بيت شارون وداخل البيت من الشباك علشان يدور على أي دليل ضدها، وفضل يدور لحد ما لقي أوضة سرية، ولقي في الأوضة دي خيوط عناكب كتير جدا ودميات كتيرة جدا جدا وتمثال للشيطانة بتاعت الطائفة. فكلاين اتصدم، ووسط صدمته سمع شارون وهي بتفتح الباب، فراح استخبى بسرعة ورا ستارة الشباك. بس شارون كانت حاسة بيه وراحت فتحت الستارة. بس ما تخافش، هي ما شافتش كلاين، لأن كلاين من حوالي ساعة بالظبط اخترع تقنية جديدة وبقى يقدر يعمل استدعاء لنسخ منه غير مرئية. فحاليا اللي في بيت شارون ده مش كلاين، لا دي نسخته الغير مرئية. فعلشان كده قلت لك ما تخافش، لأن شارون ما شافتهوش وهو ورا الستارة. والحمد لله الموضوع بيعدي وكلاين بيكون فاهم كل حاجة عن شارون وعن قوتها، فبناء عليه بيرجع لعند دان وبيقول له كل حاجة وبيعرفه إن شارون تبقى ساحرة. فدان اتصدم من كده وقال لكلاين جهز نفسك لأننا هنروح نجيب أداة ملعونة خاصة بختم الساحرات. فكلاين قال له تمام، ودخلوا بوابة شانس هما الاتنين بحيث يجيبوا الأداة. والأداة كانت عبارة عن مراية سحرية قوتها مدمرة متخصصة في ختم الساحرات، وبالفعل بياخدوا الأداة دي يا صديقي. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا هما الاتنين بيت شارون وبيكون معاهم كينلي. والخطة كانت بسيطة، دان هيقف بره وهيدخل شارون في حلم، وفي خلال الوقت ده كلاين وكينلي هيدخلوا لها ويخلوها تبص في المراية علشان تتختم. وخلاص الخطة بتبدأ ودان بيفعل الكابوس بتاعه من بره، ومفروض ان كده شارون بقت تحت سيطرته. بعدها جه دور كلاين وكينلي ودخلوا هما الاتنين القصر، ولسه هيخلوها تبص في المراية شارون صحيت وحاولت تهرب منهم، لكن دان قبض عليها وكتفها. فكينلي خلاها تبص في المراية، فشارون جسمها بدأ يتحجر، لكن قبل ما يتحجر بشكل كامل قدرت تهرب وهربت من كابوس دان. وحرفيا دان كان واقف بره ما يعرفش ان شارون خرجت من الكابوس بتاعه، وحاليا واقفه بكل ثقه بتقول لكلاين ان التمثال الصغير بتاع الشيطانه ابطل كابوس دان. فكين المتهور حاول يستخدم عليها المرايه وبدلت جسمها بمرايه تانية وعكست هجوم المرايه الملعونه، وللاسف الهجوم ده لبس في كينلي، وكينلي بدأ يلفظ انفاسه الاخيره ويتخنق. في الوقت ده كلاين كان هيتجنن على كينلي بس معرفش يروح له وفضل يقاتل شارون، وحرفيا بيشوف منظر صادم جدا. شاف كينلي وهو بيرجع قلبه من بقه، ومن الصدمة كلاين ما كانش عارف يتحرك واتجنن على شارون وفضل يضرب عليها بالمسدس لحد ما طلقة فيهم جت في التمثال. فشارون اتأثرت بالطلقة دي واتعورت، ولما اتعورت
دان عرف إن شارون خرجت من الكابوس بتاعه، فدخل جري على جوه علشان ينقذ كلاين، وبيوصل في الوقت المناسب وبينقذ كلاين قبل ما شارون تجمده وتخلص عليه، وبتحصل معركة بينهم وضربة من هنا على ضربة من هنا، وكلاين بيكون قاعد في الأرض وبيتفرج على المعركة دي، وبيمسك المراية وبيرميها قدام وش شارون، فشارون بتبص فيها من غير ما تقصد، وعملية ختمها بتبدأ وبتفضل تصرخ وهي بتتختم، لكن كلاين مش بيسمح بختمها، لا هو بيكون عايز ينتقم لكينلي، وبيمسك المسدس بتاعه وبيضربها بيه زي المجنون وبيغربلها حرفيا وبيقتلها في مشهد سعيد جدا الصراحة. وبعد لما بتموت كل السيطرة اللي هي كانت مسيطرها على الناس بتتفك والكل بيرجع لطبيعته. بعد كده دان بيدي لكلاين جرعة شفاء، فكلاين بيفوق وبيفضل يعيط على كينلي، والقائد دان هو التاني بيزعل جدا عليه وبيحمل نفسه ذنب موت كينلي لانه عرف متأخر ان شارون خرجت من الكابوس بتاعه. بعد شوية كلاين بيروح ينظف اثار القتال وبيسيب دان مع جثة كينلي لوحده، وبعد ما بيخلص تنظيفه بيرجع بيشوف منظر مرعب جدا، بيشوف دان قاعد بيشرب من دم كينلي، فكلاين اترعب وما كانش مصدق اللي بيشوفه ده، وبدأ يشك في ان دان بدأ يعاني من علامات فقد السيطرة. وفي وسط رعبه وتفكيره ده دان جاله وكان شكله عادي جدا وسأله في ايه، فلما كلاين شافه قال لنفسه انا اكيد تعبان وبهلوس، وسيطر على خوفه ده شوية ومشي مع دان. بعد كده عملوا جنازة لكينلي هو التاني والكل كانوا زعلانين عليه، وبعد الجنازة كلاين رجع البيت وبعت رسالة لإيزك ورسالة تانية لدالي، وحكى في الرسايل دي عن اللي شافه وإنه شاكك في دان إنه بدأ يفقد السيطرة. وبعد شوية إيزك بعت المرسول العظمي بتاعه برسالة، فكلاين قرأ الرسالة وليه إن إيزك بيقول له إن الكلام اللي أنت بتحكيه عن دان ده بيقول إنه مصاص دماء، لأن في جرعة ومسار سري لمصاصين الدماء وفي مسار تاني للمتحولين، وممكن قوي دان يكون متحول. فكلاين عقله فضل يودي ويجيب من الرعب وخلاص شكه اتحول ليقين وبقى معتبر ان دان خطر عليه. وفي وسط كل ده فجأة دان اتواصل معاه تواصل عقلي وطلب منه يروح يقابل ليو لان ليو قدر يحدد مكان لافينوس، فكلاين قال له تمام، وبالفعل خرج من البيت وراح قابل ليو وعرف منه ان سيريوس اللي هو صديق لافينوس كان عنده معارف كتير هنا، فهو سأل الناس هنا ووراهم صورة لافينوس، وواحد من الناس قال له ان لافينوس كان ساكن في فندق هنا في المنطقة لكنه مختفي بقاله فترة. فبس حاليا كلاين وليو راحوا الفندق ده ودخلوا الأوضة اللي لافينوس كان ساكن فيها، وأول لما دخلوا الأوضة كلاين استخدم القلادة بتاعته واكتشف مخبأ سري تحت كتاب، والمخبأ ده كان فيه رسالة، فبسرعة كلاين فتح الرسالة دي وليه مكتوب فيها بخط إيد لافينوس بيضحك وبيتريق عليهم وبيقول لهم أخيرا انتوا لقيتوني، استعدوا علشان هتشاركوا معايا في اللعبة، وعرفهم انه زرع قنبلة هنا في تنجن، قنبلة تأثيرها بيزيد مع الوقت، يلا روحوا دوروا عليها. فالكلام ده بيرعب كلاين وليو جدا وبيركبوا العربية بسرعة بحيث يرجعوا الكنيسة ويبلغوا دان، وبعد شوية بيوصلوا بالفعل لمركز الشرطة. وأول لما دخلوا المركز مرات لافينوس اللي كانت حامل لو تفتكر جت المركز هي التانية، فكلاين وليو استغربوا لما شافوها، فليو سألها جيتي هنا ليه؟ فقالت له إنها جت هنا من غير أي سبب، فكلاين شك فيها وحاول يستخدم الرؤية الروحية عليها، لكن في قوة رهيبة شوشت عليه، ومصدر القوة دي الجنين اللي في بطن مرات لافينوس. فكلاين كان هيموت من الرعب، وليو لاحظ الطاقة هو التاني وفهموا هما الاتنين إن القنبلة اللي لافينوس بيتكلم عليها دي تبقى عبارة عن الجنين اللي في بطن مراته حاليا، وإن اللي في بطن مراته ده كائن شرير، وده لأن لافينوس لما اتجوز مراته وعرف إنها حامل قرر يستخدمها كوعاء وعمل عليها طقوس غريبة وجمع أرواح شيطانية في بطنها في الجنين. فكلاين قال لليو خليك معاها وأنا هروح أبلغ القائد دان، وجري بسرعة المكتب دان، فدان لما شافه سأله في إيه؟ فكلاين قال له كل حاجة وإن في كائن شيطاني شرير جوه بطن مرات لافينوس. فدان اترعب وعمل اتصالاته وأمر بإخلاء المدينة فورا. بعدها دخل هو وكلاين بوابة شانيس وقال لكلاين اختار أي أداتين ملعونين تقاتل بيهم، فكلاين اختار رمز الشمس، فدان قال له مش موجودة هنا حاليا، وعرفه إن مفيش غير أداة سرق القدرات اللي بتسرق قدرة من الخصم، وأكد على كلاين إن سرق القدرات ده بيستنزف حياة الشخص اللي بيستخدمها، وأخد الأداة دي وأداة تانية اسمها تراب القديسة، وخرج هو وكلاين متجهين ناحية مرات لافينوس. وأثناء ما هما ماشيين دان اتكلم مع كلاين وقال له إن الرسالة اللي بعتها لدالي وقال لها فيها إنه شافه بيشرب دم كينلي معاه،
وبدأ يوضح ويشرح لكلاين كل حاجة. شرح له إن في مبدأ اسمه الغموض، وده بيمنع إن سمات وقدرات البيوندرز تتدمر، ولازم القدرة دي تنتقل من بيوندرز للتاني. وده معناها إن أي شخص من البيوندرز بيموت، يا إما قوته هتنتقل لشخص في مساره أو هتنتقل لقائد الفريق. ودان ما كانش عاوز يبعد صحابه اللي بيحبهم عنه، علشان كده كان بيمتص هو القدرات والسمات بتاعتهم. علشان كده كان بيشرب من دم كينلي علشان ياخد سماته، وعمل كده برضه مع نيل. فكلاين لما عرف الكلام ده زعل لأنه كان ظالم دان، وعلى الرغم من زعله ده إلا إنه اطمن إن دان لسه بخير. في نفس اللحظة دي مرات لافينوس كانت بدأت تتجنن وتشد في شعرها زي المجنونة، وكانت بتقطع جلد شعرها من الجنان، وبتصرخ فجأة وبتتحول لكائن وحش رهيب مهيب مرعب. والوحش ده طارد ليو، فليو أخد ديله في أسنانه وهرب وراح لدان وكلاين، وعرفهم إنهم لو ما تصرفوش بسرعة الكائن اللي في بطنها هيتولد. وعلى طول الوحش جه وراهم وبدأ يطاردهم، فدان قال لهم استدرجوا لي القاعة الرئيسية بسرعة. فكلاين وليو طلعوا جري على القاعة، والوحش ده طلع جري وراهم. وأول لما دخل القاعة كلاين استخدم قوته وشل حركته تماما، وليو جري عليه وحاول يسرق قدرات الوحش، لكنه فشل في كده بسبب القوة المهولة اللي عند الوحش ده. فدان قالك ما بدهاش بقى، وطلب من ليو وكلاين يهربوا هما، وعرفهم ان هو اللي هيقاتل لوحده. بس هم رفضوا، لكنه طمنهم وعرفهم انه مش بيقاتل لوحده، هو بيقاتل مع كل اصحابه كينلي ونيل. بعد كده دان فتح العلبة اللي فيها تراب القديسة وفضل يجمع في قوته، ولازم يفضل يجمع في القوة 10 ثواني على الأقل. ودان فضل يعد لحد لما عد 7 ثواني. في الأثناء دي تراب القديسة كان خرج من العلبة وكتف الوحش، وكان فاضل ثانية بس الوحش ضربه طياره بعيد. فليو وكلاين جم جاري وجريوا على الوحش، وكلاين حدف عليه جزء من قوة الشمس اللي سحبها من الأداة الملعونة اللي كانت على السفينة لو تفتكر قبل ما هافر يهجم عليه. المهم إن بسبب قوة الشمس الوحش تلاشى، لكنه ما ماتش بشكل كامل، ورجع وهجم على كلاين من تاني ووقعه في الأرض. فليو استخدم عليه الإخضاع ولزقه في الأرض، بس برضه الكلام ده ما كلش معاه وضرب ليو ووقعه في الأرض. فدان جه على نفسه واستخدم أقصى قوته ودخل الوحش في كابوس وشل حركته. بعدها قرر يضحي بنفسه للأسف، ومد إيده في صدره وخرج قلبه من مكانه وحطه كقربان لتراب القديسة. فالتراب ملا كل المكان والزهور السحرية ملت المكان، ودان بدأ يستمد قوته من الزهور دي ومن صحابه اللي ماتوا، ولزق الوحش وحصره تماما، وبص لكلاين كده علشان ينفذ الهجوم الأخير. فكلاين مسح دموعه وضرب الوحش بهجوم الشمس، وأخيرا الوحش الحقير ده بيتلاشى وبتنتهي المعركة. بتنتهي بفوز دان وانتصار الخير، لكن للأسف الشديد كان تمن الانتصار ده غالي جدا. كان تمنه موت دان اللي بيودع كلاين بعينه وبيموت في مشهد حزين. فكلاين بيتجنن وبيقوم وبيحاول يديله جرعة شفاء، وفجأة وهو بيعمل كده في حد بيغدر بيه وبيمد ايده في صدر كلاين وبيخلع قلبه من مكانه، ودان بيقع في الأرض وبيلفظ أنفاسه الأخيرة. وقبل ما يموت بيشوف مين اللي قتله، وبيتصدم لما بيلاقيه الحقير إنس اللي سرق أداة ملعونة وهرب بيها من الكنيسة زمان، الأداة صفر اللي على شكل ريشة. خليني أشرح لك إيه اللي حصل. إن الزمان لما كان شغال لسه في الكنيسة خرج الأداة الملعونة من المستوى زيرو، والأداة دي سيطرت عليه لأنه كده كده إنس كان شخص مليان شر وكان بيدور على تراب القديسة من زمان، فالأداة سيطرت عليه بسهولة بسبب شره. واللي عرف بالكلام ده كان كلاين اللي هو صاحب الجسم الأصلي، علشان كده إنس خلاه ينتحر، واتصدم بعدها إنه طلع لسه عايش. فإنس كمل خطته وتسبب في موت كينلي علشان يخلي دان يشرب دمه، لأنه كان عارف كويس قوي إن ده هيوقف عملية هضم الجرعة بتاعت دان وهيبقى ضعيف، ومع أول تهديد شديد هيضطر يلجأ لتراب القديسة. وده اللي حصل بالحرف يا صديقي. لما مرات لافينوس اتحولت لوحش دان خرج تراب القديسة علشان يستخدمه في المعركة، ونجح انه يقضي على الوحش. فإنس استنى بعد ما المعركة خلصت وجه وامتص كل تراب القديسة وعمل طقوس غريبة ورقى نفسه بطريقة مرعبة، وبقى حارس تسلسل مستوى رابع مسار حصد أرواح، وبقوته دي بقي نص حاكم. ودي كانت خطته من البداية ونجحت بامتياز للأسف. وبكده نكون فهمنا كل حاجة لحد دلوقتي.
هنرجع بقى لأحداثنا، وللأسف بيتأكد من موت كلاين ودان، وليو كان مغمى عليه، ولما فاق وعرف زعل عليهم جدا، وراح لإخوات كلاين البيت وعرفهم بكل حزن إن أخوهم مات. وإخواته انهاروا لما عرفوا، وبيتعمل جنازة كبيرة لكلاين ودان، والكل بيودعهم وبيمشوا من المقابر. وأول لما بيمشوا بنسمع كلمة هورانسيس خارجة من قبر كلاين، وبعدها على طول ضباب رمادي بيخرج من القبر، وكلاين بيصحى من الموت للمرة التانية وبيرجع مجال الضباب الرمادي بتاعه. لكن المرة دي بيكون مختلف تماما، وقوته أقوى 100 مرة من قوته القديمة، لدرجة إنه قدر يستخدمها وشفى جروحه، وكمان بنى مجاله من تاني. ومش كده وبس، قدر كمان يحدد مكان لافينوس وأسهل طريقة علشان يبقى أقوى، وده كله بسبب قوته الجديدة. بعدها بيخرج من المجال وبيروح يزور قبر القائد دان، وبيقدم احترامه وتعزيه، وبيمشي وبيرجع يقف عند البيت وبيبص على اخواته من بعيد وهو هيموت من الحزن عليهم. واخته حست بيه لكنه استخبى بسرعة قبل ما تشوفه. وفي النهاية كلاين اتنكر في هيئة مهرج وراح قدم لأخته الزهور. وبيخلص الأنمي على كده، وأكيد في جزء تاني مكمل للأحداث، لأن لسه في أسئلة كتير عاوزين نعرف إجابتها، وهيتعمل الملخص أول ما ينزل إن شاء الله. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.